سر نجاح الرايب اولا الياغورت الطبيعي كيفاش يجيك عاقد ويجي كريمي في نفس الوقت، ما يطيح ما حتى شي حاجه، كيجي لذيذ بزاف بزاف، كميه اللي هي كثيره تنفعك وتنفع وليداتك ويحماقوا عليها. حضريه طيله شهر رمضان صراحه الله كيجي لذيذ بزاف بزاف، والقوام ديالو اكثر من رائع. ما تنساوش لايك ومتابعه، بارطاج الفيديو، وخلينا التعاليق ديالكم مزيونه في التعاليق. على بركه الله، اول حاجه كناخذ واحد الاناء كنديروا فيه علبه ديال الياغورت بذوق الفاني اولا بذوق البنان اللي كيكون ياغورت عاقد كيف ما شفتوا معايا. غادي نضيف عليه واحد كيس من السكر فاني، 3 المعالق كبار ديال السكر حبيبات، وغادي نضيف عليه هنايا نصف لتر ديال الحليب. غادي نضيفوه بالتدريج ونخلطوا هاد المكونات مزيان مزيان حتى نحسوا بداك حبيبات السكر انهم اندمجوا ليا مع داك الحليب والياغورت. صافي كيف ما شفتوا غادي نكمل داك الكميه ديال نصف لتر ديال الحليب كامله، نحركو مزيان مزيان ونخليوها على جنب. وفي هذه المرحله هذه غادي نمروا باش ناخذوا واحد الكاسرونه اخرى نديروا فيها نصف لتر ديال الحليب اخر كيف ما غتشوفوا معايا، وغادي نردوها من فوق النار نخليوها حتى يطلع فيه الغليه ويبدا لنا بحال غادي يفيض. نطفيو عليه مباشره، كناخذوه وكنفرغوه من فوق داك الخليط ديال الحليب والياغورت اللي كنا درنا في الاول. كنضيفوه تدريجيا ونحركوه مزيان مزيان حتى كينسجم ليا مع باقي المكونات، ولكن ما تكثروش في التحراك باش ما يدفاش ليكم، حنا بغينا نديروه هو باقي سخون. صافي غادي نحركو مزيان مزيان. في هذه المرحله كنكون موجده الكيسان ديالي اللي غندير فيهم هاد الياغورت هادو. كاين داك الكيسان ديال الرايب اولا ديروا غير كيسان عاديين كيف ما درت انا. كناخذ واحد المغرفه وكنبداو نعمروا فيهم كيف ما كتشوفوا كنعمروهم كاملين، يعني نعمروهم عامرين كيف ما غتشوفوا معايا، ولا عمرهم نص بطبيعه الحال كيبقى لكم الاختيار داكشي. صافي انا عطاتني 8 د الكيسان هادو بقياس كاس العنبه تقريبا. صافي غادي نعمرهم كاملين كيف ما كتشوفوا معايا. في هذه المرحله هذه كنكونوا ردينا شويه د الماء كيسخن مزيان مزيان في واحد الغلايه، المهم نخليوه حتى يسخن مزيان مزيان، وكنفرغوه من فوق داك الطنجره. شتي كيف ما شفتوا الكيسان درتهم انا في وسط الطنجره. صافي غادي نكب الماء يعني تقريبا نصف ديالهم بالماء اللي كيكون غليان مزيان مزيان طلق السبوله كيف ما كتشوفوا معايا. صافي في هذه المرحله هذه يا اما كتاخذوا السلوفان اولا شي بلاستيكه وتغطيوها باش داك الصهد كيرجع ليهم وما كيخرجش داك البخار د الماء، يعني كيبقى في وسط داك الطنجره كيف ما شفتوا معايا. صافي غادي نحاولوا نقادو داك البلاستيكه مزيان مزيان، كنديروا لها المغطايه ديالها ضروري ومؤكد. وفي هذه المرحله هذه كناخذوا واحد جوج كشات اولا مهم شي هذا يكون سخونين مزيان مزيان، وكنغطيوها مزيان. ضروري ما انكم تغطيو هاد الطنجره ديالكم مزيان مزيان باش كتبقى لكم سخونه. كيف ما غتشوفوا معايا انا غنغطيها بجوج كشات اللي هما صغارين كيف ما شفتوا معايا، ولكن غطيوها مزيان وخليوها على الاقل واحد المده ديال 16 ساعه. يا اما ديروها بالنهار غتلقاوه واجد لكم للسحور، اولا ديروه في وقيته السحور وخليوه حتى لغدا يكون واجد لكم طبيعه الحال. من بعد ما كتمر واحد 16 ساعه عليه كتدخلوه للثلاجه واحد المده ديال 2 السوايع باش كيبرد وكيشد راسو مزيان مزيان. وهكا كتكونوا تحصلتوا على واحد الرايب اولا ياغورت طبيعي زوين صحي وبكميه اللي هي كثيره. فرحي به وليداتك اختي في هذا السحور وفي هذا رمضان، برعي به راسك ووليداتك طبيعه الحال. شوفوا معايا القوام ديالو كيفاش كيجي رائع. ولا كعجبكم الفيديو كنتمنى منكم ديروا لي لايك وكومونتير وبارطاج الفيديو. بسلام عليكم، فيديو جديد.